مشات الكرة عبد الله حافظي وسط الكرة من الطرف اليسار، عادي الكرة مرفوعة، لمحة ومضة من ومضات الزمن الجميل في الكرة الأخيرة عبر الموهوب، عبر ابن بونغي، عبر هذا الفتى الأسمر الذي يتمرد على الوضع الحليم مع انطلاق المباراة بهدف جميل، بهدف أقل ما يقال عنه أنه هدف رائع. لم ينتظر كثيرا لكي يقتنص الهدف، وبأية صورة، بصورة جميلة جدا. هاتمان في الكرة الثابتة بالخصوص عبر عادل كروشي الذي سجل هدفين من نقطة الجزاء، يبحث عن الهدف الأول له في البطولة الوطنية من ضربة خطأ ما بعيدة إلا ب 20 متر عن مرمى الحارس محمد رقاب. عادل كروشي في تنفيذ الخطأ، كرة تسدد للرجاء، وضعها أين ينام مدافع شباب أطلس خنيفرة، وضعها بالمقاس بالمليمتر نعم في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد رقاب. هذه هي الخبرة التي تحدثت عنها، هذه هي الخبرة التي قربتكم من صفاتها التي تجلت في الرجاء خلال النصف ساعة الأولى. لما يكون عندك لاعب ممكن يخلق الفارق في أي لحظة، من كرة ثابتة، من تسديدة قوية، أكيد أنه الخماس خلال هذه المباراة. عبد الإله حافظي مشى بكرته، حافظي بحث على ليس مويتيس، صالحي حافظي، جول! الهدف الثالث صنع من طرف ياسين الصالحي، نعم، صنع وسلم وجهز من قدم ياسين الصالحي لعبد الإله حافظي الذي لم يتوانى ولو في لحظة واحدة في تسجيل هدف والثالث لمصلحة الرجاء المتفوق ب3 أهداف ل0. 3-0، وهدف آخر ينضاف لرصيد عبد الإله حافظي، والهدف السادس له في البطولة الوطنية. مشات الكرة 1-2 1-2 والهدف الثالث في المباراة من قدم عبد الإله حافظي بيدن ياسين الصالحي. الكرة الأخيرة للرجاء البيضاوي 3-0.